بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساءكم سعيد أحبتي، إن شاء الله كامل راكم لاباس، إن شاء الله كامل مهنيين وبصحة جيدة. جيتكم اليوم إن شاء الله بفيديو جديد، قصة جديدة كالعادة. هذا المونتاج راهو كواليس من الفيديو اللي راح نحطه لكم إن شاء الله غدوة على هذا القناة. راح نتوقف عن النشر في القناة الأخرى بسبب رمضان، لأنه مشي كامل يعرفوا القناة هذيك ومشي كامل يدخلوا ليها وكامل. دونك مالا قررت اني نحط لكم هنا روتيناتي، نحط لكم هنايا الوصفات تاوعي، وثاني نحط لكم القصص. ما تنسوش قادر اني نحي القصص وندير حاجه اخرى، الله اعلم، يعني كل حاجه راح تكون في وقتها باذن الله. راح ندخل غالياتي للقصه الاولى بحول الله. مريوم اختي يعيشك، جيتك بجاه ربي انصحيني، والله راني رايحه نهبل تاع الصح، تقلقت. يعيشك اختي، الله يعطيك ويرضيك. شوفي، اذا كان عندك نصيحه اعطيها لي، واذا كان عندك تجربه افيديني، واذا ما عندك حتى درايه بالشي اللي رايحه نقولك، رجاء قولي لي واش نقدر ندير، وقولي للمشتركات واعتبريه نداء ليهم باش يفيدوني. راح ندخل لك في الموضوع. انا بنتي صاحبه 4 سنوات و7 شهور، راهي خرجت لي بواحد الطبع، عندها قريب 3 شهور هكذا، تبقى وحدها. اسمحي لي على كلامي، بصح لازم نفهمك، اعتذر منك. قلت لك دير رجليها فوق بعضهم بطريقه غريبه. اسمحي لي على هذا الكلام، بصح والله ما لقيت كلمات باش نعبر لك، تلمو راني رايحه نهبل. المهم، حتى اللي تولي تعرك تحسيها والله يجيها هذاك الشعور، ما نعرف كيفاه، نورمالمون راكي فهمتيني. المهم، حكمتها من قبل شحال من مره، وليت نعسها وليت نفهمها. قلت لها بلي هذا الشيء راهو حرام، وهذا الشيء ما يلزمش، راهو يضرك. تولي ما تقدريش تمشي، تولي ما تعرفيش تقراي، يولي بابك ما يحبكش، انا ما نشري لكش الحوايج. جربت معاها غير بالكلام، وحاولت على قد ما نقدر ما نعنفهاش. حبيت اني نفهمها باش ما توليش تدير حاجه بالتخبي عليا. بصح للاسف، والله لا حياه لمن تنادي، هبلتني. هذو اليومين زدت حكمتها، قلقتني والله، ضربتها، حكيت لها الفلفل الحار في فمها، هو يعني ماهوش حار، بصح المهم خوفتها به. وزيد انا مانيش عايشه وحدي، كي نضربها ولا ندير لها هكا تنوض تبكي وتعيط، وراكي تعرفي الجد والجده ما يحبوش على حفاظهم. اما لا ينوضوا وعلاه ضربتيها ووش دارت وكيفاه ومنا ومن هي، هاكي عارفه. والله غير عييتي وش نقول، مره نقول ضربت اختها، مره نقول قالت كلام العيب. راني حاصله معاها وخلاص، ثاني حاصله حتى معاهم هما. انصحيني الله يسترك، والله يستر لك على بناتك. انا بنتي منين رايحه وجهها يصفار، وتحت عينيها يولي زرق، وجهها يولي شاحب، ورجليها توجور تقول لي يوجعوني. راح نزيد لك يا مريومه، لقيت اختها تدير نفس الشيء. اعرضي هذا المشكل على متتبعينك، بلك نلقى كاش حل وحده فيهم فات عليها هذا الشيء. اسمحي لي 1000 مره و1000 مره على هذا الكلام، الله غالب ما لقيت لما نحكي. هذه حبيبتي كانت حطتها لي عندها اكس طون. ما على باليش ولا كان حطيتها والله، بصح قريتها، انا على بالي بلي قريتها. هي قالت لي راكي ما حطيتيها ليش، بصح انايا ما فهمتش، لكن قريتها برك وما حطيتهاش، ولا قريتها وحطيتها، راني بزاف القصص الحق ما نشفاش. المهم اليوم راني حطيتها غالياتي، راح نعقب فقط على هذا الموضوع اللي كنت ديجا حطيته من قبل، موضوع مشابه يعني تاع هذيك الاخت اللي كانت راسلتنا. شوفي حبيبتي، باش تقولي لي بنتك نزادت هكا بالفطره، راهي عندها هذه العاده وراهي تتمتع بهذه العاده، ما كاش منها. بنتك اكيد يعني شافت حاجه، لو كان ما تكون شافت حاجه، لو كان ما تكون يمكن حتى صرا لها هذا الشيء يعني، ومن بعد اكتسباته، لانه هذه الحاجه راهي مكتسبه، ما راهيش حاجه زعما تجيب الفطره لهذاك الطفل، سورتو مادام راهي 4 سنين، يعني راهي صغيره بزاف، ماهيش واعيه، ماهيش شخص يعني. زعما لو كان جات في عمرها على الاقل 12 سنه، 11 سنه، 10 سنين، 9 سنين يا سيدي نقولوا، يمكن تكون تولهت لهذا الشيء واكتشفاته. اما بنتك ما اكتشفتش هذا الشيء، راهي صغيره، بنتك راهي اكتسباته. يا اما حاجه شافتها، يا اما حاجه اثرت لها وانت ما تولهتيش. على بها ديما نقول في هذه المواضيع عفوا،
في هاد المواضيع ديما نقول لكم عسوا ولادكم، ومن بعد فينالمون لقيت باللي كاينين اللي ما يحبوش نقول لهم عسوا ولادكم. يا سيدي انا راني نحكي لفئه معينه ونقول لهم يا نساء يا واعيات يا متحضرات، عسوا ولادكم. مالا حبيبتي بنتك الا كانت ترقد معاك ما ترقديهاش معاك، ابعثيها ترقد مع جداها، الا كان جداتها ترقد وحدها. والله ما على باليش انا ليسونسيال بنتك تحاولي انك تبعديها عليها. انا نرجح انه بنتك يمكن شافت، لو كان ما تكون شافت ما تكون راهي صرا لها هكا الله اعلم يعني. بصح حاولي فقط انك بشوي بشوي تشوفي بنتك منين، اهضري معاها قولي لها شكون اللي شفتيه يدير هكا، ولا هذه وين شفتيها، ولا علاه درتيها، ولا ما تروحيش ديريكتومون للعقاب، لانه راهي ما تعرفش 4 سنين راهي صغيره. اي ماهيش زعما جايبه خبر لعمرها وعلى بالها باللي هذا الشيء ما يصلحش وداراتو، لا لا. هنا انا راني نشوف فيك باللي قسيتي على بنتك بزياده، لانه لو كان جات شوي كبيره وتعرف يمكن نقول لك تعاقبيها. بصح 4 سنين لا، هذا بالعكس روحي عالجي الموضوع منين بدا، عالجي الامر منين شافاتو منين هزاتو، شكون اللي مارسوا عليها، ما على باليش انا. المهم ما تفوتيش هكاك الموضوع يعني مرور الكرام، وانتي ما على بالكش بنتك منين جابت هذا الشيء. هذا هو رأيي حبيبتي، مديته لك إن شاء الله في التعليقات رايحين يزيدوا إن شاء الله يجاوبوك المتتبعين نتاوعنا، وبإذن الله رايحة تطيحي في الرأي السديد بحول الله. حبيباتي عندي دركا نداء من واحدة السيدة كانت ديجا حطت لنا من قبل القصة تاعها، ودركا جات تحوس على إعانة. هيا تراش نروحو نشوفو نوع الإعانة اللي راهي تحوس عليها هذه السيدة. سلام أختي مريم، أنا اللي بعثت لك واحد النهار وقلت لك كنت متشهية شحال من حاجة ناكلها. عندي القواطر لا تشفاي، وحطيتي القصة نتاعي، واليوم جيتك على وجه ربي تقولي للمتتبعين نتاوعك يعاونوني باش نشري الدواء، باش ربي يرزقني ذرية صالحة. ما عندي حتى حد في هذا الدنيا، هذا الدواء يدير 1,100,000. حبيت نصور لك الوصفة الطبية، بصح داها زوجي معاه الخدمة، وين يروح ما يحبوش يمدوا هذا الدواء، قالوا له لازم الدراهم. ربي يحفظك اختي مريم. هذا الدواء لزوجي عنده التصاقات وضعف في الحيوانات المنوية، وهما السبب اللي ما خلونيش نحمل. حتى انا يا اختي مريم المعدة والقوات دايرين فيا حالة، الله المستعان. قولي للمتتبعين تاوعك يدعوا لي بالشفاء وربي يحفظك. هذا كان نداء حبيبتي كانت ارسلته لي سيده كانت ديجا من قبل سمعنا القصه تاعها، واليوم حطت لي هذا النداء قالت لي يا مريم حطيه لي، وانا بدوري حطيته حبيبتي. واللي راهو يحب يساعدها والله راني ديما نقول باللي بينكم بين هذا الناس انا راني ما نجمعش مساعدات، فقط اني نحط للعباد اللي راهم محتاجين وراهم يحوسوا على اعانات ولا دواء ولا كاش حاجه يعني كصدقة. هذا مكان لي أنا إن شاء الله ربي يتقبلها مني، وصدقة ثانية للمحسنين اللي راهم يحبوا أنهم يعاونوا هذه الناس المحتاجة. بصح أنا ما نجمعش مساعدات حبيباتي كما دائما نقول لكم. رايحة ندخل حبيباتي للقصة الأخيرة، هيا تراش ثاني نسمعوها حتى هي وش بغات تقول. سلام مريومة، إن شاء الله تكوني بخير انتي والزوج ووليداتك. حبيتك تنصحيني وتقولي لي وش ندير، تحبي تنشريها ولا ما تحبيش معليش، المهم نختصر لك على قد ما نقدر. ربي يعطيك الخير ويفرحك إن شاء الله. عمري 22 سنة، متزوجة وعندي طفل. عشت طفولة عادية، لعبت كيما كامل البنات. أنا الطفلة الوحيدة تاع والدية، عندي أخ أكبر مني، احنا غير زوج برك. كي وصلت لسن 16 تعرفت على شخص اللي راهو زوجي درك. كانت أول تجربة حب ليا، ما نعرف والو، شي يهدروا شي يقولوا. تعرفت عليه في الفيس، حكى معايا بفيس تاع طفلة، أنا حسبتها بنت. ومن بعد رسلي بالكونت تاعو وقعدت سمانة نخمم لا نقبل ولا لا. ومع التالي قبلت، ولينا نهضروا 24 ساعة على 24 ساعة. تقولي لي يماك وين؟ ماما عندها حانوت، تفتح الصباح ومور العصر تدخل حتى للمغرب، تروح العشاء وخويا وبابا خدامين. تعلقت به بزاف. مرة درت غلطة ورحت عند بنت خالتي وعيطت له من عندها، وكي كملت ما سوبريميتش النيميرو. هي في الليل عيطت له وقالت له بعد على فلانة، نعطيك وش تحب، دراهم ولا أي حاجة. نورمالمون فهمتي وش نقصد.
هو قال لها تعطيني مال الدنيا وما بعدش عليها، غير ما تشقيش روحك. انا هذه بعد مده باش عرفت، كنت نيه اللي يجي نحكي له صوالحي. المهم، في ديسمبر 2017 كي لقى خدمه جا يخطب، الدنيا كل سمعت بيا، ما علينا. جاو دارهم وضيفناهم على اكمل وجه. امو عجبتها. بعد 3 ايام نعيط له ما يهزش. الصباح كان عندي اختبارات على 7 تاع الصباح، ارسل لي ميساج وقال لي تهلاي في روحك، ما كاش مكتوب بيناتنا. انا تشوكيت. قال لي قولي لخوك يقول لك. انا ما فهمت والو، وش كاين؟ قلت له قول لي انت. قال لي بابا ما قبلش. ماما سمعتني نبكي وجات، قالت لي ربي يعوضك وصاي المكتوب. انا ما فاهمه والو، ومن كثرة اللي بكيت نسيت شكون اللي خبرني بالسبه. على بالي كنت تعرفي راح تتقلقي. السبه هي يا اختي مريم اني متبنيه. قالوا نجيب لك بنت معروف اصلها وفصلها، ماشي بنت حرام. حسبي الله ونعم الوكيل. انا وش ذنبي؟ هبلت بالبكا، انحطيت في موقف كنت فرحانه بالخطبه الارض ماهيش وسعتني. قالوا غير هي اللي ما تدخلش لداري، وش يقولوا الناس علينا. والله يا مريم اختي ما رانيش نشكر في روحي، راح نشكر والديا اللي رباوني احسن تربيه. نحشم من خيالي، محترمه الكبير والصغير. الحمد لله امي متدينه، توصينا الليل والنهار على التوحيد، واياكي والشرك بالله، مهما تضيق عليك الدنيا. الحمد لله امي مثاليه بمعنى الكلمه، ربي يخليها لي. نكمل لك. هو الدابز مع والديه، قال لهم غير هي اللي نديها ولا والو. وبعد شهور راح خطب وحده تخدم معاه، اسمها كيفي، بصح كبير عليه. هو كان 26 وهي 32. انا كملت وهذاك العام ما طلعتش، عاودت دخلت في اكتئاب. كاين اللي شفقوا عليا وكاين اللي فرحوا. وبعد مرور عام في ديسمبر 2018 كان عندي الباك، يدخلني ميساج ردي نحتاجك. كنت دايرته في الرجوتي. كي خرجت قال لي راني محتاجك في حاجة تاع خير. ما نكذبش عليك فرحت، بصح كرامتي منعتني باش اني نزيد نهضر معاه. قلت له وش كاين؟ قال لي بابا راهو جاي عند باباك اليوم. قلت له صحة وكوبيت. بعد المغرب جا باباه وطلب من بابا السماح، ما على باليش وش هضروا. ماما قالت لي صلي صلاة الاستخارة، ما نقولوا له لا لا لا. صليت وريحت، قعدت مصممة اني ما نقبلش. وجات بعد يومين وجات يماه، قالت لنا نبداو صفحة جديدة وسمحوا لنا، ربي سهل فيها. بصح ما قبلتش ثمثم. هو الحق وقف معايا، بصح اللي داروه والديه ماهوش قليل، غير اللي كيفي اللي راح يفهموني. بعد عام ثاني في ديسمبر 2019 درنا العرس. كل الأحداث يصراو في ديسمبر. بعد 5 شهور رفدت بالحمل، كان أسعد يوم في حياتي، بصح هي فرحة ما تمت. كي دخلت للسابع كثروا المشاكل، كل يوم العياط، كل يوم نرقد ودمعتي على خدي، على أتفه الأسباب نبكي. عشت أيامات حلوين وأيامات الله لا يشوف فيهم إنسان. وكي دخلت للسابع طلعت لي لاتونسيون، ما عرفتش، كان أول حمل ليا. بيبي ما ولاش يتحرك، قليل وين يدور وثقيل. قلت لماما وكنا في الليل، قالت لي ديري حاجة باردة في كرشك باش ما نقلقهاش. قلت لها تحرك. صباح رحت للطبيب وقال لي راهو ضوك تدخلي للسبيطار. النهار الاول تاع التاسع العمليه، كي رحت للسبيطار على اساس اني نكمل الشهور اللي بقاولي، دخلوني ديريكت العمليه زعما باش ينقذوا البيبي. ما نحكي لكش على كميه الخوف اللي حكمتني، اول مره نشوف البلوك وانا في عمري 19. البيبي عاش نهار والصباح مات. كي قالت لي الطبيبه الاكسجين ما وصلش للمخ، قلت لها إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي يعطاني الصبر، نبكي غير الدمعة برك اللي غاضتني إني ما شفتوش. بداو يقولوا لي باللي راهو يشبه الباباه. الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ. زوجي كان معايا في كل دقيقة، يوقف معايا حتى اللي ريحت وبديت ننسى. ما نسيتش ولدي، كل يوم نتفكره والدمعة تطيح. بعدها ب8 شهور عاودت حملت، وهذه المرة حملي صعيب أكثر من اللي فات. أنا بالحمل وأنا بالبرا باش لا طونسيون ما تضرش البيبي. درت تقريبا 300 برا يوميا. كانت كورونا قليل وين نلقاها،
وزوج ب1,200,000. بصح ربي ما خلانيش، سخر لي الناس وجابوها لي باطل. الحمد لله. كي جيت في السابع حاشا كي دميت، بقيت في الفراش حتى اللي ولدت وجبت ولد، سميته على بابا عبد الرحمن، ربي يخليهم لي. مشكلتي وين يا اختي مريم؟ لا مع العجوز اللي الحق حتى الان ما شفتش منها، ما شفت مني، ولا مع الشيخ اللي كل واحد حاكم قدره. مشكلتي اللي بزاف ناس راهم يعانيوا منها، وهي الخيانة الزوجية. تعبت بزاف. بعد 3 شهور زواج ركب معاه وحدة، وهذيك اطلب مني السماح، قال لي ما نعاودهاش. بعدها كي كنت حامل بابني الثاني في الشهر الأول اكتشفت انه جاب وحدة للدار تخدم معاه، ولحسن الحظ ما دار والو. صدفة نخرب في الميكرو ولقيت فيديو، بصح غير الهضرة برك تشوكيت، حتى اللي دميت ثاني مزية مصرالي والو. كي شفت الفيديو عيطت لماما، وعيطت الماما وباباه. هو ما لقى وين يدير وجهه، يماه تشوكات. بالك ما عرفتش نتصرف، بالك غلط، بصح من القلقة ما عرفتش وش ندير. دار المستحيل باش اداني، وكي دارني في دارو يخدعني. هضروا معاه دارهم باللي ما تتعاودش، بصح لا حياة اللي من تنادي. انا ساكنة وحدي، ماما كي جات قالت لي قعدي في دارك، ما حبتش تخرب لي داري. روحت مع عجوزتي خاطش داري كرهتها، روحت مع عجوزتي خاطش داري كرهتها. هذيك دارنا وعطاها لي خويا نسكن فيها بلا ما دبرت سكنه. المهم دارنا ممنوعة، ممنوع حاجة واسمها الطلاق. ما عنديش بزاف يا ربي شهر لقيتو حل الفيسبوك بالتخبية ويهضر مع وحدة تخدم معاه. هضرة يا اختي الراس يحبس. قال لها كون صبرت بالك كون راكي مرتي. انا كي شفت هذاك الميساج الارض دارت بيا، ضرك اي حاجة في فمه والله نطلقك. ما على باليش لا تنعد طلقة، هو من قبل ما على باليش ولا تنعد طلقة. هو من قبل عمره ما يقول كلمة اطلاق، وضرك راهي عادي. وصل حتى وين قال لي نحب واحدة أخرى. كي تصالحنا ثاني كنت نزعق معاه، قال لي هذه كنت نهضر معاها غير آمي برك، نحكي لها مشاكلي. لقيتها حنينة وتفهمني. يرحم بابك يا مريم قولي لي كيفاش ندير؟ قلت هاد الهضرة كامل لماما، قالت لي راجلك ما تسمحيش فيه، ما تخليهش البنات وتيتمي ولدك. ونسيتك وصل ونزيدك، وصل حتى الزنا مع وحدة تخدم معاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. راهو متبدل 180 درجة. كان من قبل كي يشوفني نبكي يجي يسكتني، درك ناكل روحي يزيد يزقي عليا من الفوق، يقول لي روحي لداركم. أنا من النوع اللي ما نبكيش ثمثم، نلايم حتى اللي نطرطق. مرة واحدة ما نقدرش نسكت، انصحيني وش ندير. من قبل كانوا يحسدوني عليه، راجلك يشري لك، راجلك يجيب لك لداركم، فيه ايجابيات عليها راني صابره. اي حاجه نقول لها تحضر ثمثم، يديني لدارنا يديني. بصح هذا الفيس تاع النساء ما قدرتلوش، غير قبيل بعدا قال لي التليفون وندير فيه وش نحب، ما تسالينيش. ونزيدك ثاني كي لقيتو يهدر في الفيسبوك جبت دارنا بابا ويما وباباه ويماه، قلت لهم مش كاين، ما قلتش الهضره وش هي. قال لي قدامهم انا هكا مداير، بغيتي تقعدي بغيتي تروحي، ونقعد تاع نسا. جرحني بزاف. دارنا كلمة والحالة وراحوا، ما لقيت عليها وين يا اختي. راني مداومة على سورة الرحمن وسورة البقرة. قال لك مليحة للمشاكل الزوجية، راني ندعي له بالهداية، مع العلم ما خصو والو معايا من كل النواحي الحمد لله. عمري ما قلت له شري لي القش الغالي، ولا بالعكس ماما تبيع وتعطيني، ما تحبش تشد عليا دراهم. مرات يولي عسل ومرات وجهه ما نقدرش نشوف فيه، نكرهه ولا ما على باليش. ديريني اختك صغيرة ولا بنتك واللي تقولي لي راح نديرو. اسمحي لي غاليتي طولت عليك، وربي يوفقك ويرزقك الصحة والعافية، ويطول لك في عمرك، وتشوفي ولادك في أحلى المراتب. ربي يخليك وشكرا. بعدها حبيبتي كتبت لي ثاني وش قالت لي: مريومة تعيشي، انصحيني نبقى معاه ولا نطلق، ما على باليش دارنا لا يتقبلوني، على بالك المطلقة قيمتها تروح. هو للعلم غير يساعف فيا واللسان الحلو، وأنا نحير فيه.
بصح غير قدامهم برك. هو صح بغاني حب جنوني، بصح درك تبدل. اي كلمة نقولها تحس بي تيريت عليه برصاص، مالقري والله من كن غالطة. اي حاجة يتفاعل، وشحال من مرة يقول لي حاشاك اخرجي عليا من داري بكلمة واحدة اخرى. حنا هذه الكلمة عيب عندنا. اسمحي لي نصبر وندير روحي ما سمعتش. يخدم غير مع النساء، هو اصلا من قبل فترة الخطوبة وحاشاك كان مع قداه من وحدة. كنت صغيرة ومعمية، سمحت له، بصح درك راهو عليا ضغط. اي حاجة ينوض العياط، ما بقيتش نزيد نستحمل اكثر. انا مانيش باغية نخسر داري وولدي، حبيته يعيش مع باباه. دارنا من النوع اللي ما يجيوش مع البنت، يعني يجي النهار اللي تولي مع راجلها وهما يربحوا العيب. راني في دوامة، تقولي رفدتي راجل وحطيتي راجل خلاف. لولا كلامي مسموع وما يحبش يزعفني، يدير المستحيل باش ما نكشفش خيانته، وكين في قلو يطلب السماح. درك اخبطي راسك على الحيط، خرجها لي طاي طاي. تليفوني وحياتي ندير واش نحب، ما تسالينيش. قلت له انا مرتك، والزنا راهو يخرب، والزاني راهي تخرب دارو، وربي ما يوضعلوش البركه في رزقه. بصح تهضري مع حيط ريح يرد عليك، وهو لا. الصلاة من الجمعة للجمعة الله يهديه. قلت لك الطلاق ولا ساهل في فمه، اني حاسه بالذل ما نكذبش عليك. وش ندير؟ نتمنى نصيحتك تكون في الصميم، وان شاء الله نطبقها. مشكوره اختي. هذه حبيباتي كانت القصه الثالثه والاخيره اللي كانت معانا الليله. وش راح نقول لك حبيبتي؟ شتي جايه في هذيك الكوانه نتاع منا حاميه ومنا تحركه. نسال الله السلامه والعافيه. من جهه الطلاق موش ساهل، سورتو وانت راكي والده معاه، ومن جهه واحده اخرى ما تقدريش تعيشي مع انسان زاني. لا اله الا الله محمد رسول الله. لو كان جا غير بالتليفون نقول لك اصبري عليه، لو كان جا يهضر في التليفون ويشوف في الفيسبوك وهاد الحكايات نقولوا اصبري عليه، لو كان جا يهضر معاهم برك نقولوا اصبري عليه. بصح انسان زاني حبيبتي ويجيب لك في المرض، هذا راهو ملعون. ومعيشتك معاه عند ربي الله اعلم، انا مانيش مفتيه، بصح معيشتك معاه فيها خلاف، ورب العالمين راهو قال بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. ما نحبش ننصح حتى وحده بالطلاق، والله العظيم، غير في الحالات هذيك اللي نتاع ما كانش وين خلاص. انا بالنسبه لي انا عندي اقتراح، ما تطلقيش، بصح هزي بعضاك وروحي لدار والديك، اقعدي تراش عند والديك شهر شهرين، شوفي تراش يتبدل ما يتبدلش، يتوحشك ما يتوحشك، يجي يحوس عليك ما يحوسش عليك. بصح اللي كان راح تقعدي انتي عايشه مع واحد ماهوش دايرك في الحساب، راح يقعد غير يمرض فيك، راح يقعد غير يهبل فيك وما على بالوش بقيمتك. ثاني هذا الشيء اللي كان قعدتي عند واحد هكاك ظلمتي نفسك. ومن ناحيه واحده اخرى ما تقدريش ثاني تطلقي ولا تخربي بيتك انتي ثاني، و... وانتي كي تقولي باللي العائله نتاعنا ما تعيش عندهم المراه المطلقه، ما على بالكش كيفاه. ما لا احسن حل انك تبعدي تراش عليه شويه. انا هذا راهو بالنسبه لي، انا هذا رايي الشخصيه، بعدي تراش عليه شويه وشوفي. دوكا الساعه جانا سيدنا رمضان، ان شاء الله نصومه بالصحه والهنا كامل، وصحه رمضانكم بهذه المناسبه كي عاد ذكرتوا. دوكا جا سيدنا رمضان، خلي تراش فوتي رمضان وكملي بك بالدعاء والصبر، وفكريه بربي، وحاولي تراش انك تكسبيه، حاولي تراش انك تتبدلي، حاولي تراش انك تلياني معاه، سورتو باللسان، اللسان راهو يرضع اللبة. حاولي برك هكا في هذا الشهر وشوفي الى لقيتي نتيجة، هاكي لقيتيها والحمد لله وتهنيتي وهاكي في دويرتك. الا ما لقيتيش حبيبتي روحي تراش لدار والديك وقعدي عندهم، خليه تراهي توحشك شويه، خليه تراهي يعرف قيمتك، لانه في بعض الاحيان ماشي في جميع الاوقات، بصح في بعض الاحيان يكون الابتعاد هكا فيه شويه، فيه حل من الحلول. ولو اني ما نفضلش انا انه المراه تخرج من دارها ابدا كي يعود عندها مشاكل بينها وبين زوجها، لانه اذا كان فاتت خرجت صعب عليها من بعد الرجعه. بصح في حالتك انتيا مادام راهي دار خوك، صافي راكي عايشه في داركم، في دارك وخوك اللي عاطيك الدار، دونك بعدي تراش هكا شويه وشوفي واش راح يدير.
والله يا حبيبتي غير تلفت لي وما عرفتوش ننصحك، هذا هو اللي جاني في رايي دركا، وهذا اللي جاني في بالي، ان شاء الله يكون رأي صواب. استخيري الله عز وجل حبيبتي في كل حاجة تبغي ديريها، ودعواتنا لك كامل في هذه الليلة المباركة، ليلة الأول من رمضان. إن شاء الله ربي يفرج عليك وربي يفك كربتك إن شاء الله، أنتيا وأنايا وكامل المشتركات وكامل المستمعين. هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم حبيباتي. نتمنى منكم الدعاء في هذه الليلة المباركة لابني غيث، إن شاء الله ربي يشفيه لي ويعافيه. ما رانيش حابة ندخل للسبيطار كما قلت لكم في الفيديو السابق. عاودت اليوم رجعت به للطبيب وقال لي نزيد نمد لك فرصة، يعني نورمالمون كنت حندخلو اليوم، قال لي نزيدو تراش نمدلو فرصة هاد 3 أيام ونشوفو. هاني نستنى تراش على رب العالمين، إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. دعواتكم أحبتي، دعواتكم، والله راني في أمس الحاجة للدعاء. وهكذاك ظروفي ما مخلطة واحد التخليطة. ثاني هاني نسيت ديجا الأستاذ تاع الرياضيات اللي كنت قلت لكم عليه ما عطيتلوش حقه في الإشهار باش نعتو نروج له ونقول لكم عليه وكل. راح نخليه إن شاء الله للفيديو الجاي بإذن الله. أعتذر والله العظيم، والله وربي يشهد عقلي راه موش معايا خلاص. راني أورشون كما يقولوا، ولدي بزاف مريض، حالتي حالة قديدي مالح. رب العالمين هو اللي يعلم. أعتذر بزاف 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 من الأستاذ، وبإذن الله في الفيديو الجاي رايحة نروج له، رايحة نعرفكم بهذا الأستاذ اللي أنا بالنسبة لي يعجبني بزاف بزاف، وحبيت أني ننصحكم به. يا سيدي كعاد اليوم راح تبدأ العطلة، خلينا من القراية اليوم، بصح غدوة بإذن الله إلا كان عاد في العمر بقية رايحة نشرح لكم شوية على الأستاذ ونقول لكم واش يدير هذا الأستاذ كامل. مع السلامة أحبتي، تصبحون على خير، صحة سحوركم. نستنوني إن شاء الله غدوة في فيديو جديد، روتين جديد، وصفات جديدة وحكايات جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.